النهارده كان مؤتمر سامسونج جالاكسي انباكد، وسامسونج اعلنوا عن سلسله الجالاكسي اس 23 ولابتوبس جالاكسي بوك 3 الجديد. الموبايلات الجديده وخصوصا الجالاكسي اس 23 الترا شبه الجالاكسي اس 22 الترا لدرجه ان النهارده انا معايا ال 22 الترا، ولو انا ما كنتش قلت لك انت ما كنتش هتعرف ان ده ال 22 الترا، وهو يعني انا مش عارف انت شايفه ولا لا، بس يعني هو ده ال 22 الترا، وهو برضو الاس 23 الترا باختلاف بس شويه، نقطه حمراء هنا، شويه مسافات، شويه حاجات، الكيرف ده ما بقاش فاهم. هاجي لك في الكلام يعني انا عايز اقول لك ان انا كنت ممكن اطلع اقول لك النهارده ان انا معايا الاس 23 وبتاع، وقلت ما حدش هياخد باله، بس قلت اقول لك يعني عشان المصداقيه. هو في يعني شويه اختلافات بسيطه في الشكل بس مش كبيره قوي، يعني عدسات الكاميرا الخلفيه بقى حواليها فريم عريض، المسافه بينها بقت اكبر، فاهم؟ فانت لو معاك كفر لموبايل السنه اللي فاتت مش هيركب على موبايل الاس 23 الترا. الايدج بتاعه الموبايل بقت مسطحه اكتر، والدورانات اللي هي في الموبايل من هنا دي بقت فلات تقريبا. الكاميرا دي مثلا اللي في النص دي ما بقتش 108 ميجا بكسل، سامسونج بدلتها بكاميرا جديده 200 ميجا بكسل. اوكي، حاجه جديده. هتعتمد برضو على البكسل بيننج في التصوير، وهتطلع لك صور احسن عشان هتجمع نور اكتر. الاس 23 والاس 23 بلس ما اتغيرش حاجه يعتبر في شكلهم، هو بروز الكاميرا ما بقاش موجود، والكاميرات بقت شبه الاس 23 الترا. طبعا الموضوع ده مش محمس قوي، بس خليني اقول لك ايه الجديد اللي هتقدمه سامسونج السنه دي. اول حاجه الشريحه اللي في الاس 23 هي السناب دراجون 8 جين 2 4 جالاكسي. سامسونج اتعاونت مع كوالكوم عشان تاخد نسخه مميزه من الاس او سي اللي هي الشريحه اللي هي السناب دراجون 8 جين 2. فالنسخه دي هتيجي بتردد اعلى من اي شريحه 8 جين 2 انت هتشوفها في موبايل تاني، وهتديك اداء احسن. وسامسونج كمان زودت مساحه الفيبور تشامبر عشان تحسين التبريد، خصوصا التردد الاعلى اكيد هيبقى معاه حراره اكتر. فالمحصله ان معاك اقوى شريحه موبايلات موجوده في العالم حاليا، ولا عزاء للاي 16 بايونيك. هتيجي تقول لي الله، طب والحراره؟ طب والبطاريه اللي بتخلص؟ نسخه الاكزينوس فين؟ اقول لك عزيزي المشاهد ان مفيش نسخه اكزينوس السنه دي، ولا في الشرق الاوسط ولا في اوروبا ولا في اي حته. يلا ان شاء الله مع حد حوش العالم كله هيجي له نسخه كوالكوم، وكفايه بقى استهلاك بطاريه وسخونيه. سامسونج استخدمت كمان انترنال ستورج جديده من نوع يو اف اس 4، ودي اسرع حاجه دلوقتي في السمارت فونز، وهتكون موجوده في كل الموبايلات ما عدا نسخه ال 128 جيجا بايت، دي هتفضل يو اف اس 3.1 عادي. غير كده مفيش اي حاجه جديده، الموبايلات هي موبايلات السنه اللي فاتت تقريبا، ومفيش اي تغيير تاني ملحوظ. وده غالبا هيكون توجه الشركات السنه دي، لان الحاله الاقتصاديه الحاليه مش قد كده، والمنافسه ميته تقريبا، فهتخلي الشركات ما تصرفش كتير على موبايلاتها، وهتنزل موبايلات السنه اللي فاتت مع شويه تغييرات بسيطه. التركيز كله هيبقى على السوفت وير والفيتشرز، وده بان في المؤتمر اللي سامسونج اتكلمت فيه كتير عن الكاميرا، واللي كان من ضمنها النايتوجرافي اللي مفروض تكون احسن من السنه اللي فاتت. انا مش عارف الحقيقه، السنه اللي فاتت كانوا اعلنوا عن الفيتشر دي، ايه اللي هيتضاف السنه دي؟ ممكن شويه تطورات في الاي اي، بس ده عادي عشان انت عدى عليك سنه، فالتطور ده كنت ممكن تبعته لي في ابديت عادي. المهم اعلنت برضو عن شويه فيتشرز من جود لوك اللي اتكلمنا عليها معاكم في فيديو قبل كده، وعن فيتشرز One UI 5.1، وده هنتكلم عنه في حلقه منفصله. المؤتمر النهارده ما كانش عن الموبايلات بس، كان في كمان الجالاكسي بوك 3 الترا والبوك 3 برو والبوك 3 برو 360. الجالاكسي بوك 3 الترا ده اول مره ينزل في السلسله دي، سامسونج منزلاه عشان ينافس الماك بوك برو، والصراحه ما استخسرتش فيه اي حاجه. اللابتوب ده بيجي ببروسيسور انتل i9 13900H وكارت انفيديا RTX 4070. الكلام ده مع شاشه اوليد بريفريش ريت 120 هرتز و 3K ريزولوشن. الكلام ده على موت يا جدعان. نيجي بقى لاهم نقطه، الاسعار. سامسونج الصراحه زي ما غيرتش كتير في الموبايلات، يعتبر ما غيرتش في الاسعار او ما غيرتش خالص. يعني الاس 23 الترا لسه سعره $1199، والاس 23 بلس $999، والاس 23 ب $799. الاسعار الوحيده الجديده كانت للجالاكسي بوك 3. البوك 3 الترا هيبتدي ب $2200، والبوك 3 برو هيبتدي من $1249 بس. دي كانت كل حاجه اعلنت عنها النهارده سامسونج في المؤتمر بتاعها جالاكسي انباكد 2023. اتمنى ان المؤتمر النهارده ما يتكررش تاني. انا ما اتبسطتش، ما اعتقدش ان انتوا يعني لو تفتكروا من سنه احنا كنا بنتكلم ازاي عن عظمه اللي قدمته سامسونج في المؤتمر، بس انا النهارده
بشوف المؤتمر انا مش فاهم، انا مش عارف هم عايزين يعملوا ايه يعني. طب يا جماعه ما عندكوش موبايلات؟ احنا كده بقينا اقرب لابل في شهر 9 اللي فات لما ما كانش عندها اي موبايلات ونزلت ال14 وال14 مش عارف برو وال14 برو مش عارف ايه. الكلام ده كله كان هو كوبي بيست من ال13. فنفس الكلام ده عملته سامسونج النهارده. ليه؟ زي ما قلنا كده، ممكن فعلا الاحوال الاقتصاديه مش احسن حاجه، العالم مش احسن حاجه ومش في احسن حالاته، فوارد جدا ان هم ما عندهمش يعني الاستعداد ان هم يعملوا منتج وما يبيعش. يعني هو في الاخر عايزين يبيعوا كشركه. بس في نفس الوقت برضو الشركات ممكن بعد كل كام سنه بتاخد بريك، يعني مثلا ما بين كل 3 أو 4 سنين منتجات جديده بياخدوا بريك. فده برضو وارد ان ده يكون السبب بتاع ان النهارده ما شفناش حاجه جديده من ناحيه الموبايلات. من ناحيه اللابتوبس البوك 3 برو والبوك 3 الترا لا فيهم نقله فعلا. وحته ان سامسونج بتعمل لك لابتوب ب 40 70 لا دي فيها حاجه، يعني ده شيء عظيم، ده شيء جامد جدا. بس بخلاف كده الموبايلات انا ما شفتش فيها حاجه. انت برضو قعدت تعيد في حته شراكاتك مع جوجل وشراكاتك مع مايكروسوفت، الكلام ده كان عظيم السنه اللي فاتت. لكن انت دلوقتي فين؟ انت دلوقتي يعني بصراحه الحاجه الوحيده يمكن اللي ابهرتني في الموبايلات حته الار تي او ري تريسنج، ان الموبايلات بقى فيها ري تريسنج زيها زي اللابتوبس. لكن بخلاف كده انا مش عارف، انا محبط يا جماعه. اول مره اكون محبط بالشكل ده من مؤتمر لسامسونج. بس في النهايه محدش هياخد كل حاجه يعني. سلام.